السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي أخواني كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نوجدوا تكتوكة المغربية اللي كتجي رائعة بطبيعة الحال. كل واحد كيعرف يصاوبها، ولكن سبحان الله كاين اللي كتجي بنينة وكاين اللي ما كتجيش بنينة. فاليوم غادي نشارك معكم هذه الطريقة، فنتمنى أنها تعجبكم. فنبداو على بركه الله. هنايا البنات كيف ما شفتوا بان الفلفله ديالنا شويناها، انا شويتها غير فوق البوطه. بالنسبه اللي بغى يديرها في الفران يديرها، يعني ما كاين حتى شي مشكل. وشويت حتى مطيشه حتى هي حتى فوق البوطه شويتها باش سبحان الله مطيشه فاش كتشوى كتجي بنينه، كتعطي واحد كتجي مرمله. ديك مطيشه كتجي مرمله وكتعطينا واحد المذاق اللي هو خطير للتكتوكه ديالنا المغربيه. وكذلك عندنا البصله، هذا حتى هو مكون رئيسي كيجي رائع في التكتوكه. فبقاو معايا غادي نبداو على بركه الله. صافي دابا اول حاجه غادي نديروها هي اننا يعني نقيو المطيشه ديالنا هي الاولى، ونحاولوا باش اننا ما نغسلوهاش صراحه. ما المهم راه غسلناها في الاول الجلده ديالها صافي، وغنقيوها بحال هكذا بحال هكذا. كتجي غزاله هاد التكتوكه، يعني صراحه راه اللي دارها وجربها راه غادي تعجبو. فنتمنى انكم نتوما تجربوها. طبيعه الحال راه كلشي كيعرف يدير تكتوكه، ولكن سبحان الله راه كاين اللي كتجي زوينه وكاين اللي ما كتجيش، ولكن بهذه الطريقه هذه راه غتجيكم واعره. واللي داقها عندكم غادي يسولكم بالطريقه. فانتوما بقاو معايا باش نكملوا الطريقه ديالنا. دابا غادي ناخذوا المطيشه ديالنا، ها هي نقيناها. غادي ناخذوا واحد البصله البنات من الاحسن تكون صغيره. انا راه لقيت غير هذه اللي عندي كبيره، غادي نقسمها. صافي غادي نردوا هاد البصله ديالنا، غادي نردوها تشحر. المهم حنا غادي نقسموا هاد البصله على جوج. سمحوا لي شوفوا كي دايره، حنا حيدنا لها داكشي اللي ما مزيانش. صافي وغادي نقطعوها هكا. بغيتو تكتكوها ماشي مشكل، ولكن انا سبحان الله كتعجبني تكون طويله وتكون رقيقه، ما ديروهاش غليظه بحال هكا. نحيدو لها هادي ونمشيو هكا بالدرق، وغادي نردوها تشحر. وعاد غادي نديرو عليها مطيشه. دابا غادي نردو البصل ديالنا يتشحر، غادي نديرو فيه شويه ديال زيت العود، وغادي نديرو زيت نباتيه، يعني نخلطو بيناتهم. وشويه ديال الملحه. نتوما البنات ما غاديش نضيفوها دابا لحقاش حتى الاخر باش ما يموت لهاش داك المذاق ديالها. حنا التكتوكه راه خصها تعطينا داك المذاق ديال الثومه. صافي الملح خلاص على حسب الذوق. غادي نردو التكتوكه ديالنا تشحر. غادي نقطعو، ردينا البصله كتشحر، وغادي نقطعو مطيشه. نحاولوا نقطعوها رقيقه. حاولنا باش نصفيوها مزيان من ديك الجلده. حنا عندنا الغرض ديالنا باش تبقى ما نغسلوهاش. الا غسلناها سبحان الله ديك البنه ديالها كتحيد. غير المهم مطيشه تكون قبل مغسوله. صافي كنقطعوها بحال هكا رقيقه باش نضيفوها على البصله. خصها تشحر لنا بعدا مزيان. وعاد ندوزو نقيو الفلفله. راه هاد الطريقه البنات راه كتجي واعره، جربوها وردوا عليا. ويستحسن يعني مطيشه تكون حمراء ماشي ديك الخضراء، خصها تكون حمراء، هي اللي كتجي زوينه في التكتوكه ولا في زعلوك كتجي رائعه. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي درت معكم اليوم، هي اللي كندير دائما في التكتوكه اولا في زعلوك. حتى زعلوك ان شاء الله راه غنشارك معكم طريقه زوينه حتى هي طبيعيه تقليديه كتجي رائعه. ها هي الطوماط ديالنا حنا قطعناها. دابا غادي نضيفوها للبصله لحقاش البصله تشحرات. صافي دابا غادي نضيفو
الثومه ديالنا على البصله هي تشحرات كتجي رائعه. وغادي نشحروا عليها كذلك مطيشه. صافي وغادي نخليوها تشحر حتى هي، وعاد غادي نضيفوا عليها الفلفله. شوفوا كي كتجي رائعه رائعه. يلا عشاق التكتوك يبانوا هنا، بانوا. غنخليوها تشحر مزيان وغنرجع معكم. صافي دابا غادي مطيشه راه كتشحر، راه دغيا كتوجد مطيشه كتشحر، وحنايا غادي نقيو هاد التكتوكه. يعني بحال المطيشه غنسبقوها هي الاولى، يعني ماشي حتى نقيو كلشي وعاد نرجعوا نبقاو نشحروا كل حاجه بوحدها. قطعنا البصله هي الاولى شحرناها، رجعنا عاوتاني المطيشه شحرناها، ردينا دابا كتشحر. لا بيد ما تشحر غادي تلقانا عاوتاني سالينا الفلفله. الفلفله البنت الا كانت في الفران من الاحسن يعني ما تغسلوهاش. صافي غتنقي تغسل خلاص قبل، وصافي ملي غتدخل الفران وتخرجوها ديروها في شي بلاستيك حتى كيرجع ليها داك الصهد، وكتحيدوا لها القشيره ديالها. صافي وكتقطعوها كتخليوها في داك المذاق ديال الفران، ما تغسلوش. الا غسلتوه كتحيد بحال هذيك البنه ديالو. صافي ها نتوما حتى هذه راه غنحاول انني ما غاديش نغسلها، غنقي الوسخ ديالها كامل غادي نحيدوه باش نخليها في هذه البنه ديالها، البنه ديال الشوا تبقى مشويه. الفلفله مشويه كتجي رائعه حتى هي في التكتوكه كتجي خطيره. ايوا صافي نحيدوا لها هذا الراس، وغادي مازال غادي نقيها حتى من هنا. صافي غادي نقيو الفلفله ونقطعوها. صافي دابا نقطعوا الفلفله ديالنا هكا رقيقه. الثالثه قطعنا الفلفله ديالنا، ها هي. دابا غادي نقطعوا القزبور. انا البنات كندير القزبور، يعني ما كنديرش المعدنوس بتاتا. صراحه هاد التكتوكه كيجي معها القزبور بزاف، كتجي غزاله. المهم شدينا واحد شويه ديال القزبور، نتوما على حسب الكميه، يعني واش الا كثرتو غادي تكثروا بطبيعه الحال، درتو غير شويه غادي ديروا غير شويه ديال القزبور. المهم القزبور راه كيجي خطير. دقيتو شرموله كذلك ديروا فيها غير القزبور كتجي غزاله، وكتضيفوها للتكتوكه. ايوا حنا ما فينا ما يهز المهراز ولا عاد نطحنو. اللهم نقطعو قدامنا هكا، ريحه ديال القزبور غزاله. صافي غنقطعو هاد الربيع ديالنا ونكملو. وعندي هنايا واحد 2 دروس تقريبا حتى ل3. المهم على حسب بغيتو تكثروا منها بغيتو تقللوا غتحيدوا هاد الدرس هذا غديروا غير 2 دروس. المهم غنقيوهم دابا. شوفوا البنات هاد الثومه كنديرها في المجمد ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ها كتبقى هي. دابا غادي نحكوا هاد الثومه. بغيتو تقطعوها طريفات صغيورين قطعوها، ولكن حنايا غادي نحكوها باش نضيفوها مع الربيع والفلفله. كنتسناو المطيشه تهبط مزيان تولي خاتره، وغادي نضيفو عليها هادشي اللي بقى. صافي غنحكو هاد الثومه ونكملو. صافي شوفوا هيا المطيشه ديالنا تعسلات، شوفوا كي كتجي غزاله. من بعد ما غتعسلنا هاد المطيشه دابا عاد غنضيفو الفلفله. غادي نضيفو الفلفله. صدقونا البنات راه واحد الرائحه خطيره واعره. وغادي نضيفو الربيع مع الثومه. صافي غادي نكتفي بهذا القدر هذا. غادي نحركو مزيان. من بعد عاد غادي نديرو التوابل.
ها هي التكتوكه ديالنا تقريبا راه واجده، بقى غير التوابل غنديروهم دابا. تنحركو مزيان. التكتوكه كتجي خطيره واعره. دابا غنضيفو التوابل. دابا غادي نضيفو واحد المعلقه ديال التحميره تقريبا، ندير واحد شويه. المهم العطريه عينكم ميزانكم. شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور يابس كيجي غزال. القزبور يابس في التكتوكه ولا في الزعلوك ولا في اي حاجه. بغيتو تضيفوا شويه ديال السودانيه باش تجيكم حاره هي هذه، ما بغيتوش تضيفوا ما تضيفوش صافي. لا غير هادشي اللي كاين. انا ما غاديش ندير السودانيه صراحه، ما بغيتهاش تجي حاره. صافي غادي نخلطو وغادي نشوفوا. دابا راه تقريبا رطات. نزيد غير واحد شويه تاع السل معانا وغادي نطفيو على البوله. كانت هذه التكتوكه المغربيه ديالنا كتجي رائعه. شوفوا كيفاش كتجي غزاله وبنينه بنينه بنينه بزاف. فشاركتها معكم، فنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم التكتوكه ديالي وتشاركوا معي في القناه. وشكرا لكم لله يخطيكم. تبقاو على خير. عافاك البنات، شي لايك كومونتير يكون زوين بحالكم، وشكرا لله يخطيكم.